طيب والله أوقاتكم ما بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأيا والمساهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا. دورة تدريبية لمزارعي عنسبة حول المبيدات الحشرية. مهام ناجحة لحماية الأشجار في عشنكيت. تقدم في التفاوض بين الحكومة الأفغانية وطالبان. حلف الناتو يرد على تعزيز روسيا قدراتها في البحر الأسود. والعام 2020 واحد من السنوات الثلاثة الأعلى حرارة. مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في أسمرة أظهرت إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا، وكان هؤلاء المصابون الذين كانوا في مراكز العزل قد عادوا إلى البلاد جوا في الأسابيع الماضية، حيث عاد 12 منهم من أثيوبيا، واثنان من إيطاليا، واثنان من ألمانيا، وواحد من السويد. وبهذه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ عدد المصابين في البلاد حتى اليوم 594 شفى منهم 498، ولا يزال 96 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 ديسمبر العام 2020. تقدم دورة تأهيلية للمزارعين في إقليم عنسبة حول المبيدات الحشرية لضمان صحة المنتجات الزراعية والبيئة. وتقدم الدورة التدريبية في مديريتي كرن وعلا برعد بشأن سلامة الغذاء والحيوان وتنمية البذور والاستخدام الآمن للمبيدات. ووضح مسؤول الرقابة والقوانين في مكتب وزارة الزراعة بإقليم عنسبة السيد دانيال محاري بوجود مؤسسات تصنيع المنتجات الحيوانية في مديريات كرن وعلا برعد وحقات، والتي تقدم منتجاتها إلى الأسواق بعد التأكد مخبريا بجودتها. وقال عضو المكتب السيد سيراك سامسون إن الرقابة تجري على الإنتاج الزراعي ومشتقاته ومتابعة حفظ وتخزين المبيدات الحشرية وكيفية استخدامها. كما أشار إلى أن المبيدات رغم فوائدها لديها تأثير سلبي ومخاطر على الإنسان والحيوان، مما يجب استخدامها بإرشادات المهنيين. ودعا المهنيين الصحيين الإدارات والجمارك والجهات المعنية الأخرى لتعزيز المساهمة لوجود منتجات سليمة. وقد قام مكتب الرقابة والقوانين في إقليم عنسبة بخطوات إبادة المنتجات الزراعية القادمة من إقليم القاش بركة، والتي ثبت تلوثها بالمبيدات في الأشهر التسعة الماضية. أفادت الأنباء الواردة من هيكوتا بأن الجهود التي يقوم بها سكان عشنكيت لحماية الغطاء النباتي تحقق نتائج مرضية. وأوضح السكان وأعضاء سلطة الغابات والحياة البرية أن حماية الأشجار في الضاحية يسهم في حماية التربة والاستفادة من الحطب الجاف للوقود. كما أكد السكان على حراسة الأشجار بتوظيف الحراس ومراقبة جميع السكان والعناية بالغطاء النباتي. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية هيكوتا السيد ياسين علي أن حراسة الغابات والحياة البرية ليست مهمة مؤسسات الحكومة فقط، بل يجب على جميع المواطنين المشاركة فيها. أوضح مسؤول مركز الغرفات الصحية الممرض ساميئيل تقلاي أن المركز يقدم خدمات صحية أساسية مشهودة. وقال أن المركز تعزز بالقدرات البشرية والمعدات نتيجة للاهتمام الذي يحصل عليه، مما خفف الضغط على مستشفى المدينة. وأوضح أن المركز يقدم خدمات المتابعة المنتظمة للمرضى وطب العيون بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى. كما يقوم الكادر الصحي بالتحرك إلى المناطق الريفية البعيدة للتوعية وتقديم الخدمات الصحية. وتوجد في مدينة أوردات 3 عيادات ومركز صحي ومستشفى.
أهلت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي عد خوالة ونقفة أكثر من 130 أسرة ترعى الأيتام والمعاقين والمسنين، حيث تم تأهيلهم بالماشية. وقدم دعم ل 14 أسرة بالماعز والأغنام بقيمة 10,000 نقفة لكل أسرة. كما قدم حوالي 22 ألف من الفراخ ل 1095 أسرة بأسعار مخففة أو مخفضة في المديرية. وفي مديرية نقفة تلقت 120 أسرة 25 من الفراخ لكل منها. وقد أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية أن الفراخ التي قدمت تحقق نتائج جيدة لتحسين الحياة المعيشية للأسر. يقوم سكان بقلة وماريت في مديرية نقفة بنفير لصيانة الطرق وحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح السكان أن الطريق الذي يقومون بصيانته يمر بوادي وقريت وتجرفه السيول سنويا، ليتوقف بذلك الارتباط بنقفة بالمواصلات وتسبب بمعاناة اجتماعية واقتصادية. وأشاروا إلى أن العمل الذي يقومون به يهدف لحل هذه المصاعب، حيث يعملون جاهدين لإنجازه في أقصر وقت. وأفاد مدير ضاحية ماريتا السيد حامد همد أن العمل يشمل أيضا حماية التربة وحفظ المياه، مناشدا إدارة مديرية نقفة لتقديم الدعم اللازم. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أصبحت محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية جاهزة للتقدم إلى المرحلة التالية بحسب ما أعلن الجانبان بعد الاتفاق على قواعد المحادثات. وسرعان ما تعثرت المحادثات التي انطلقت في سبتمبر بسبب الخلافات حول جدول الأعمال والإطار الأساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية. ويجري طرفان مفاوضات هي الأولى من نوعها في أعقاب اتفاق انسحاب تاريخي للقوات الأمريكية وقعته واشنطن والحركة المتمردة في فبراير. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على سحب جميع القوات مقابل ضمانات أمنية، وتعهد طالبان ببدء محادثات مع كابول. إلى ذلك رحب الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد بالاختراق، واصفا إياه بمنعطف هام. ولفت خليل زاد إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مؤلف من 3 صفحات يحدد قواعد وإجراءات مفاوضاتهما حول خارطة طريق سياسية ووقف إطلاق نار شامل. اتهم يينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، مشيرا إلى أن الحلف سيقوم بالرد على ذلك بزيادة تواجده في المنطقة. ونسبت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إلى ستولتنبرغ قوله في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو إنهم قاموا بدراسة الوضع في مجال الأمن في البحر الأسود ذي الأهمية الاستراتيجية. وأضاف ستولتنبرغ بأن وزراء خارجية حلف الناتو اتفقوا على خطوات إضافية لتعزيز الحوار مع جورجيا وأوكرانيا. وفي وقت سابق قال ستولتنبرغ إن منطقة البحر الأسود ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو، متهما روسيا بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا. كما أشار إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي في القرم. نبهت الأمم المتحدة إلى أن المؤشرات تدل على أن العام 2020 ستكون واحدة من السنوات الثلاث الأشد حرارة، مشيرة إلى أن ثمة فرصة بنسبة 1/5 لأن يتجاوز ارتفاع معدل الحرارة مؤقتا 1.5 درجة مئوية من الآن إلى سنة 2024. ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية عاما بعد عام، سيصبح العقد 2011-2020 هو الأعلى حرارة على الإطلاق، وستكون السنوات الستة منذ 2015 هي الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقا للتقرير السنوي المؤقت لمنظمة الإرصاد الجوية عن وضع المناخ العالمي.
ووفقا للمنظمة العالمية للإرصاد الجوية، سمة احتمال بنسبة 1/5 أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية بشكل مؤقت 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2024. وينص اتفاق باريس للمناخ الذي وقعته 195 دولة عام 2015 ينص على حصر الاحتراز ب1.5 درجة بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي. وفي النبوة الأخير انهار تلسكوب أرسبو الشهير في بورتوريكو بعد 57 عاما في الخدمة، على ما أعلن ناطق باسم المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة. وأكد الناطق باسم المؤسسة الممولة للمرصد روب مارغيتا أن منصة المرصد انهارت بصورة غير متوقعة، وكان السلكان يدعمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوغرام الخاصة بالتلسكوب فوق الصحن اللاقط البالغ قطره 305 أمتار قد انقطعا، ما دفع المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية إلى الإعلان عن تفكيكه. وقد منع الاقتراب من موقع التلسكوب خشية انهياره مع الاكتفاء بطائرات مسيرة لمراقبته، ولم يتم الإفادة عن أي إصابات. ويرمز انهيار التلسكوب إلى تدهور الوضع في جزيرة بورتوريكو الخاضعة للسيادة الأمريكية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة أعاصير وتواجه إعادة إعمار بنائها التحتية تأخرا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.